اجي دلوقتي الاقيك واقف في مظاهره للجيز. مجموعه من الاخوه دول يعني كانوا رافضين زي حالاتي الفسق والفجور اللي بيدور جوه. فانتوا قلتوا تعملوا الفجور بره. طب ما تيجي تنضم معانا هتتبسط جدا. قوم لوط، قوم لوط، ليه تقول لي خلاص؟ انت ما شفتش عملوا فيا ايه؟ كله منك يا نتفليكس. في ناس كتير فاكرة ان ما كانش فيه شواذ في اي اعمال مصرية، وان بس في عمارة يعقوبيان ولا فيلم اصحاب العز كان هما بس اليوم ظهور فيه، ولكن في الحقيقة من زمان جدا كان بيظهروا في السينما، حتى كمان كان في افلام كاملة بتتكلم عن الموضوع ده. واحنا النهاردة مش جايين نناقش هل الشذوذ ده شيء صح او غلط، ده ممكن نتكلم فيه في اخر الحلقة، ودي حاجة اساسا يعني مش محتاجة مناقشة طبعا، انما احنا بتوع افلام وجايين بنتكلم عن الافلام. في افلام ظهر فيها شخصيه شاذه يا دوب بس ظهرت مشهد واحد، وكانت كمان ممكن تكون مش باينه قوي ومدخلينها في اطار كوميدي، وفي افلام كانت الشخصيه دي هي اساسيه في الفيلم. فاحنا خلينا الاول نتكلم عن الافلام اللي ظهر فيها شخصيه شاذه ولكن محدش خد باله منها. اول فيلم معانا هو فيلم الارهاب والكباب. هتقول لي ايه ده يعني فيلم الارهاب والكباب كان طالع فيه حاجه زي كده؟ هقول لك والله العظيم يا عم طلع في مشهد كده لما كان عادل امام بيدور على الموظف في الحمامات حوالين مجمع التحرير، بص لقى واحد شكله مش تمام كده طالع من الحمام، يعني هو شكله عامل شبه شباب الزمالك كده، وهو طالع من بعده راجل طوله مترين. فمعلش هو كان بيعمل ايه معاه جوه في الحمام؟ لا مؤاخذه يعني اكيد ما كانش بيعلمه النشام في الحمام يعني. وبرضه في فيلم ظرف طارق لما راح الحفله اللي كانت تبع المدرسه، كان في واحد اسمه امل برضه، الواد ده شكله مش تمام كده، بس ده ممكن يكون متخوجن عادي يعني مش لازم شظ. انما بقى في فيلم حين ميسره غادة عبد الرازق كانت طالعه شاذه، وده مفيش اي خلاف عليه اصلا. وفي التجربه الدنماركيه برضه الولا جوز الخبره ده باين جدا يعني، هو برضه ما تقدرش تجزم ان كان هو شاذ او لا، بس طريقته يعني ان هو يعني على الله ان شاء الله يعني. وفي برضه ترتر اللي كان في فيلم الراقصه والسياسي واللي كان طالع صبي علمة، هو تقريبا يعني مفيش دور صبي علمة الا وكان طالع شاذ، وتقريبا برضه مفيش دور عمله فاروق فلوكس الا وكان مش تمام، عشان برضه هو طلع في فيلم اسمه ضرب الهوى واللي كان اسمه لوحده يحكي كثير عن شخصيته في الفيلم، كان اسمه سكسكة. والله العظيم كان اسمه سكسكة. وفي فيلم رشة جريئة كان طلع الله يرحمه علي حسنين بدور مخرج شاذ. عايز بقى تمثل؟ تعالى وانا هخليك تمثل، بس هو ما حددش صراحة هو ايه نوع الافلام اللي هتمثل فيها يعني. وعلى فكرة يعني برضو انا في حياتي تعرضت قبل كده لمخرج شاذ، بس ده كان مخرج مسرح الحمد لله يعني، هو انتهى بيه المطاف مناخيره مكسورة بس الحمد لله. وفي برضه في فيلم ايظنه لما راحوا شقه الدعاره عشان يدوروا على بنت حسن حسني، كان في شخصيه غزال برضه، وده صباح الفل يعني عليه ختم كده ان هو شاذ. وفي برضه في فيلم اسكندريه ليه شخصيه عادل، واللي كان بيحب ان هو يقتل عساكر الانجليز، بس في مره كده وهو قبل ما يقتل عسكري حب منهم واحد، وده بان في مشاهد كتير قوي، حتى منهم لما بدل ما يقتل العسكري ده قعد طول الليل بيتفرج عليه، يعني حاجه مش لطيفه خالص. ده غير برضو ان في كلام ان يوسف شاهين كان مش قادر يحدد هويته الجنسيه يعني هي ايه صراحه، وده كان ظاهر في الفيلم، ولكن انا مش بقول كده، انا بس سمعت كلام عن الموضوع ده، قريت شويه كلام، بس انا ماليش دعوه، انا بس بقول لك الفكره وخلاص. وفي برضه طالوطة واللي كان طالع في فيلم البيضة والحجر، هو في ناس اعترضت لما انا قلت عليه ان هو شاذ، هو قال في مشهد ان هو شقي وبيحب الستات، ولكن يا جدعان ما يمكن ده تمويه ولا حاجه، ما في شواذ كتير متجوزين ومخلفين. وكمان انا قبل كده شفت واحد على التيك توك زمان كده، هو مصري بس هو تقريبا يعني عايش بره مصر، ولكن لو افتكر صح فالشخص ده كان عارف ان هو عنده مرض، ودي نقطه احنا بنتكلم فيها في اخر الفيديو، ان هو عارف ان هو كان عنده مرض ده. المهم ان زي ما قلت لك ممكن يكون في منهم متجوز وكمان مخلف عادي جدا، ولكن هو في الحقيقه ميوله مختلفه تماما، زي نور الشريف في فيلم قطة على نار، واللي بيتكلم عن واحد مقاول بيمرض وقرب ان هو يموت، فعياله ساعتها بتبدا انها تنهش في بعض علشان الميراث. لحد هنا الدنيا زي الفل وعادي جدا، ولكن اللي مش عادي هو امين ابنه اللي متجوز ولكن حياته الزوجيه مش كويسه خالص، ومراته بعد كده بتكتشف ان هو في ما بينه علاقه هو بين صاحبه اللي اسمه عزت. طبعا ابوه بيحاول ان هو يدافع عن ابنه، ولكن بيكتشف ان ابنه فعلا مش ولا بد يعني، رغم ان الافلام اللي قلت لك عليها قبل فيلم قطة على نار كانت تعتبر الادوار اللي فيها يا اما مشهد او اتنين او دور صغير يعني، ولكن فيلم قطة على نار كان الفيلم كله تقريبا بيدور حوالين شخصيه هي في الاساس مثليه الميول الجنسيه، زي برضه فيلم اتمنع من العرض بسبب نفس الشيء واللي اسمه حمام الملاطيلي للممثل يوسف شعبان الله يرحمه. زمان كان في حاجه كده زي الساونا او السبا دلوقتي، الا وهي الحمامات العموميه، كان في منها بقى للستات وفي منها للرجاله، كانت الرجاله بقى فاهم تروح هناك عشان تنظف بقى نفسها وتتراوشن كده فاهم
فاهم وتروش على نفسها. وكان رؤوف واللي قايم بدور الله يرحمه يوسف شعبان كان بيصطاد منه الرجاله. المهم ان بيمشي الفيلم وبنعرف ان اللي عنده ده مرض بسبب دلع امه الزياده، واللي بعد ما عرف ان هو اللي عنده ده مرض ودته ساعتها الدكتور نفسي، ولكن ما كانش فيه فايده من العلاج، فساعتها ابوه هرب وامه كمان سابته وهربت. واحنا بقى بنشوف معاناته دي. مفيش مشكله ان انت تطرح شخصيه مثليه في الافلام، ولكن لازم تطرحها بطريقه مناسبه، مش تعملي سابي رقاصه او كوافير حريمي. دول مجرد صوره نمطيه، ان اكيد سابي الرقاصه هيكون منسون بسبب شغله مع الرقاصات، وبرده الكوافير الحريمي هيكون نفس الشيء بسبب ان هو طول الوقت بيتكلم مع الستات. وطبعا هنا انا لا اقصد اي اهانه للكوافير الحريمي، انا بتكلم عن الطرح اللي كان في الافلام. ولكن احنا لو خدنا بالنا من حاجه ظهرت في الافلام، وهي مثال مثلا زي طاروطه اللي كان في فيلم البيضة والحجر، ومثال زي رؤوف اللي كان في فيلم حمام المطيلي، الاثنين كان السبب في اللي هم فيه ده الا وهي التربيه. واحد امه عاملته على انه بنت لمده 10 سنين من عمره، والتاني امه كانت مدلعاه زياده عن اللزوم. فده ممكن يورينا ان التربيه هي اصلا اللي بتفرق في الموضوع ده، زي معظم الامراض النفسيه اللي بتيجي من الطفوله. قال لك بص انا طالع عندي تراست ايشوز مش عارف من ايه، وانا عندي بابي ايشوز، وانا عندي مامي ايشوز، وانا عندي مش عارف ايشوز باللبق، وهكذا يعني. فالمفروض علينا يعني يا جدعان ان احنا نربي كويس يا جماعه، ولازم نوعي الاطفال من شيء زي ده. اصل معلش الجيل الحالي ده لو انت ما علمتوش الصح من الغلط هيروح يعرف ده من بره، وانت ما تعرفش اللي هيعرف عن طريقه ده ممكن يقول له ايه اساسا. زي دلوقتي معظم الافلام والمسلسلات الاجنبيه بتتعامل مع الموضوع على انه عادي جدا، ويا ريت حتى الافلام ده كل حاجه ولنا في الاولمبياد دي خير دليل يعني. ولو بصينا لنظريه المؤامره فدي هي خطه المليار الذهبي ال100 اللي محدش واخد باله منها. وهو انا لسه راجل هقتل بقى واعمل مش عارف ايه والكلام ده كله، واعمل بقى تحديد نسل عشان البشر ما يتكاثروش؟ لا يا باشا، انا هصدر ليهم المثليه الجنسيه وهم يقضوا على نفسهم بنفسهم. ما كانوش بقى بالامراض اللي بتيجي منها، يكون بان هم مش هيخلفوا اساسا. اعمل يا سيدي فيلم عن شخصية مثلية، بس خلي الطرح جيد، وكمان تابع لمعتقداتنا وتقاليدنا، وهات ان هو مريض مش ان هو صبي رقاصة. ما اصل لا في الحديد الا الحديد اللي زيه. انت جاي لك مؤثر خارجي من بره، استغل انت بقى ده واعمل تأثير داخلي، والله هنحبك وهتبقى زي الفل. مش تعمل لنا برضو فيلم اصحاب ولا عز ما نطلع هنا في شخصية اشاذة في الفيلم، والموضوع بعد كده اصحابه لما عرفوا اللي هو اتس اوكي عادي، طب ما كنت تقول لنا يعني اللي هو ايه يا جدعان صباح الفل يعني. هو الموضوع بقى عادي كده يعني، صاحبكم بسكليته وانتم موافقين يعني ولا ايه؟ مش فاهم يعني. انتوا بعد كده هتطلعوه ما بين جروب الرجاله بتاع الشله وتضيفوا الستات ولا يعني؟ مش فاهم ايه الهبل ده يعني. ولو انت بتتفرج عليه دلوقتي انا عايز اقول كلمتين كده، هم للاسف يعني مش زائد 18، لان احنا وصلنا في زمن الزائد 18 فيه بقى هو زائد 12 سنه اصلا يعني. ولكن انت او انت لو وصلتم لسن البلوغ لازم تسمعوا الكلام ده كويس، ان المحتوى الاباحي مضر جدا على المستوى الجسدي قد ما هو مضر على المستوى النفسي كمان، وان كتر المشاهده للحاجات دي ممكن يوصلك او يوصلك للمرحله اللي احنا لسه بنتكلم فيها دي. فاستغفر ربك يا ابني وبلاش منه خالص. ولو انت شخص عندك حاجه زي كده صارح نفسك ان ده مرض وان انت ممكن تتعالج منه، ولكن دور على الطريقه الصح للعلاج، واعرف ان انت مش شخص سيء او بتعمل حاجه غلط عشان انت مريض. بس الغلط مش في المرض، الغلط في الفعل ذات نفسه. وزي ما قلت لك من شويه ان كان في واحد على تيك توك كان عارف ان هو مريض ومعترف بده، ولكن هو مش بيعمل كده خالص. هو متجوز ومخلف عادي جدا وعايش حياته مبسوط وتسكي يعني. فانت مش لازم انت فاهم الدنيا يعني. وبس كده، طالما وصلت الى هذه النقطه فخد بوسه، وما تفهمش البوسه دي يعني ما تفهمهاش بطريقه غلط بمناسبه الحلقه يعني والكلام ده، لا بوسه اخويه عادي يعني. المهم كان معكم حسن فهد. هتلاقي بقى اللينكات كلها تحت في الكومنتات بقى، انستجرام وفيسبوك الحاجات دي كلها ايه، شياصونا والحاجات دي كلها. اتفرج على الحلقات بقى ايه اللي احنا عملناها قبل كده، وقول لي برضه لو عايز حلقه عن حاجه معينه في الكومنتات، وقول لي برضه رايك في الكومنتات عن الموضوع ده. ولو في افلام انا ما خدتش بالي منها وما ذكرتهاش انت برضه تحت في الكومنتات. بس كده، السلام عليكم.